السلام عليكم أصدقائي. المنتخب المغربي يفوز على المنتخب التنزاني بهدف مقابل لا شيء في الدور الستة عشر من بطولة كأس إفريقيا المقامة في البلد المنظم له هو المغرب. إذن المغرب استطاع أن يذهب إلى الأدوار الربع النهائية بعد فوزه الصعب على المنتخب التنزاني بهدف مقابل لا شيء عن طريق هدافه ونجم ريال مدريد إبراهيم دياز. حقيقة بعد تسجيل الهدف المنتخب المغربي استراح قليلا واستطاع أن يسير مباراة إلى نهايتها، لكن في الشوط الأول كان المنتخب التنزاني خطير وكانت هجماته خطيرة جدا. إذا الأدوار الإقصائية في كأس إفريقيا أدوار صعبة جدا لكل المنتخبات، أما الكبيرة أما الصغيرة. يعني لا يوجد مباراة ضعيفة، يعني لا يوجد مباراة منافس قوي على منافس، كل المباريات متساوية. وهذا شاهدناه في مباريات الأمس بدايتها بين المنتخب السوداني والمنتخب السنغالي. رغم من فوز المنتخب السنغالي بثلاث اهداف مقابل هدف الا المباراه كانت صعبه للمنتخب السنغالي. وايضا رغم ان خروج المنتخب التونسي الا المباراه كانت صعبه على المنتخب المالي. واليوم ايضا المنتخب المغربي يفوز بصعوبه وبيفوز بصعوبه جديده بصعوبه امام المنتخب التنزاني. ومع هذا المنتخب المغربي يفوز وينتصر ويذهب الى الادوار القادمه وهو الدور الربع النهائي. والمباراة الثانية والتي انتهت قبل قليل فاز المنتخب الكاميروني بهدفين مقابل هدف على المنتخب الجنوب الافريقي. منتخب جنوب افريقيا منتخب محترم جدا، منتخب يدور اللعب جيدا، يستطيع يستحوذ على الكرة ويستطيع ان يمشي الكرة كما يريد، وان يلعب الكرة بسلاسة وبخفة من مناطقه إلى مناطق الخصم. وذلك مما صعب المباراة على المنتخب الكاميروني، إلا أن المنتخب الكاميروني له نهج واحد فقط وله عقلية واحد وهي تسجيل الهدف ولا يهمه اللعب، وهكذا استطاع أن يفوز على المنتخب جنوب إفريقيا. نعم المنتخب الكاميروني فاز على المنتخب جنوب إفريقيا باستجدارة واستحقاق وبخبرته في هذه المباريات الصعبة جدا في الأدوار الإقصائية، لأن مثل هذه المباريات لا تلعب بل تفوز. يعني مثل هذه المباريات تربحها ولا تلعبها، وهكذا فعل المنتخب الكاميروني، استطاع أن يفوز على المنتخب الجنوب إفريقي رغم أن المنتخب الجنوب إفريقي كان محترم وقدم مباراة جيدة وقدم بطولة رائعة وخرج باحترام. إذا المنتخب الكاميروني يواجه في الدور الربع النهائي المنتخب المغربي البلد المنظم، وستكون مباراة صعبة بين الفريقين، لأن الفريق الكاميروني يستطيع أن يعرف كيف يدافع ويعرف كيف يرتد ويلعب المرتدات، والمنتخب المغربي يعرف كيف يستحفظ بالكرة ويضغط على الخصم ويهاجم على الطرفين ويهاجم في خط الوسط. مبروك للمنتخبين وخاصة المنتخب المغربي، المنتخب الشقيق العربي الذي صعد، هو الفريق الوحيد لحد الآن الذي صعد إلى الأدوار الربع النهائي. ونتمنى البقية لمنتخبنا الجزائري يوم الثلاثاء إن شاء الله، وللمنتخب المصري أيضا الذي سوف يلعب غدا.